كلنا بنلعب هذا التمرين عشان نعزل الكتف الخلفي، بس الحقيقة إنه ظهرك شغال بهذا التكنيك أكثر من كتفك الخلفي. ركز، بهذا التكنيك قاعد بصير عندنا سكابولار ريتراكشن، يعني لحين الكتف بقربوا على بعض. وبيجي واحد بحكي لك اسلام أنا عرفت السر، لازم بنهاية السحب تعمل لاترال روتيشن، بس راح أرد عليه وأحكي له إن الريتراكشن لسه موجود. طيب إسلام، شو يعني سكابولار ريتراكشن؟ وشو التكنيك اللي نلعب فيه؟ بديك تفهم شغله، عشان نعمل ايزوليشن للبوستيريور ديلت لازم نعمل ليميتيشن لحركه السكابل. وقبل ما اعطيك التكنيك تعال اشرح لك. وهي البوستيريور ديلتويد بدي اياكم تركزوا من وين بتبدا من السباين اوف سكابولا وبتنتهي بالهيوميرس. ووظيفتها horizontal abduction extension للشولدر ولاترال روتيشن. يعني السكابولار ريتراكشن مش من وظيفه البوستيريور ديلت اصلا. وهسه تعال اعطيك التكنيك اللي راح يقلب المعادله. بتنزل الكيبل على مستوى الكتف او فوق شوي وبترجع لورا، تعمل كيرف للثوراسيك سباين عشان نلغي او نعمل ليميتيشن لحركه السكابيولا. وبدي اياك لما تيجي تسحب حركه دورانيه عشان نقلل الفليكشن اللي جاي من القلب. ومن هاي النقطه قررت اعلن عن اقوى مسابقه في الوطن العربي ومدتها 120 يوم، تبدا من لما تتبلش. واقوى 3 تحولات لهم: ايفون 16 برو ماكس للمركز الاول، $120 للمركز الثاني، و$120 للمركز الثالث كاشتراك. والصدمه انه هاي المسابقه بس لاول 25 شخص. بعت لي على الدي ام لتعرف شروط المسابقه وتحجز مكانك وتغير حياتك.